السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نحضر معكم الفلفله. انا لقيتها في السوق ملي كنلقاها رخيصه كنشريها بزايد وكنحتفظ بها في القراعي، حيت من هنا لقدام غادي تغلى وما غاديش نلقاوها. دونك انا شريت بزايد اللي كنلقاها رخيصه كما قلت لكم. غادي ندير منها مخلل، غادي نشوي منها شي وحدين. المهم غادي ندير معكم الطرق كيفاش نصبروهم في القراعي. دابا غادي نغسلها بالخل، اما الخل اما نقيطه ديال الجعبين، غنغسلها مزيان وغادي نشوي شي وحدين في الفران، ندهنهم بالزيت ونخشوهم في الفران، نخشوهم في الفران يتشواو، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم كيفاش نصبروهم في القراعي. اول حاجه بعدا غادي نعقم القراعي، غنطبخهم شويه في الماء واحد 20 دقيقه، ومن بعد غادي نحيدهم نديرهم ينشفوا على ما نغسل الفلفله. ها الفلفله من بعد ما مسحتها دهنتها بالزيت، دابا غادي نخشيها في الفران. هذا كيعيطوا له المسكي، يعني ما بين حار والحلو مخلط. وهذه عزلت شي وحدين صغار شي شويه، غادي نسلقهم واحد 5 دقائق يتسلقوا، ومن بعد غنصفيهم ونشلهم بالماء بارد صافي. ومن بعد غنبدا نخللهم. هذا ديال التخليل غادي نسلقها 5 دقائق كما قلت لكم، غير 5 دقائق وطفيو عليها وصفيوها من داك الماء فاش سلقات وتغسل بالماء بارد. من بعد ما تسلقات 5 دقائق انا صفيتها وكبيت عليها الماء بارد يكون مكلاصي. كنت ديجا درت القرعه في الفريغو، ودابا غندوز نوريكم كيفاش نخلوها في القرعه. يعني من بعد ما عمرتهم في القراعي، دابا غادي نضيف لهم كل قرعه غادي نضيف لها كاس صغير ديال الخل، صافي. من بعد ما ساليتهم درت الخل، كل وحده درت فيها كاس. دابا غادي نضيف شي ريوس ديال الثومه ورقه سيدنا موسى، ها هي كل قرعه رميت فيها ورقه سيدنا موسى وثلاثه الحبات ديال الثومه في كل قرعه. دابا غادي نضيف مغرفه كبيره ديال الملحه في كل قرعه. صافي. والباقي ديال القرعه غادي نعمرو بالماء. كما شفتوا معايا دابا غادي نسد القراعي، غادي نديرهم في الطنجره يكون الماء طايب باش يتسدوا مزيان، ومن بعد نحتفظ بهم في شي بلاصه ما يوصلهمش الضو ولا ندى واحد مده واحد 10 ايام، عاد كتجبدوا تستعملوهم. ها كما كتشوفوا معايا غير تغلات الطنجره، نحسب لها واحد 5 دقائق ونحيدهم. ملي غنحيدهم غادي نكفيهم على غطيتهم ونخليهم حتى يبردوا مزيان وعاد نخبيهم. الغسل الثانيه غادي نزيد واحد القياس واحد كيلو ونص هكاك حيت لوز الريعه، غادي نطحنها تجي طرف صغار، وغادي نزيد عليها الثومه حتى هي مطحونه. هذه غادي نحتفظ بها حتى هي في القراعي، النهار اللي نبغي نصايب شي صوص ديال الروز ولا شي تشرموله ولا هذا كنجبدها نستعمل منها. ما كملت الفلفله في التقطاع، طحنتها في الروبو باش تجي هكا مقطعه طريفات صغار مع الثومه. دابا غادي نضيف ليها الملحه ونضيف الزيت صافي، وغادي نعمرها في القراعي. درت ليها غير الزيت عاديه ماشي بليه. دونك هذه غادا تستعملوها بحال مثلا تبغيو تصايبوا شي لاصوص ديال الروز تستعملوا منها. الزعلوك حتى هو يمكنكم تستعملوها حتى في الزعلوك صافي. المهم دابا غادي نحركها مزيان وغادي نعمرها في القراعي. حتى هي درتها نفس الطريقه اللي درت بها هادو مخللين، غنخليها غير تغلى واحد شي شويه وغادي نحيدهم. هادو شويتهم في الفران. دابا غادي نقيهم ونقطعهم شرائح طوال رقاق، وغادي نحك عليهم الثومه ورقه سيدنا موسى حتى هما نديرهم في القراعي. وهادو غادي نديرهم سلطه مشويه، شويت معاهم الثومه البصله مطيشه
نقيت مطيشه. دابا غادي نقي الفلفله والبصله وديك الثومه ونتلاقاو من بعد. صافي هذه ديال سلطه مشويه غنقادها دابا، وهذه غنخليها على ما تشوي الفلفل الاخر حيت مازال كنشوي في الفلفله، مازال في الفران. كنكملها في الشويه ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش ندير ليها الهادي. دابا غادي ندوزو لهادي، غادي نقطعها طريفات صغيورين ونتلاقاو من بعد. صافي من بعد ما طحنتها دابا غادي نضيف الملحه، ونضيف التابل، معلقه ديال التابل. هذه عطريه ديال خاصه ديال التوانسه. ونضيف كاس صغير ديال زيت الزيتون. صافي غادي نحركها مزيان. ما خلطتها مزيان هكا كتجي سلطه مشويه. غادي نديرها دابا في القراعي، والباقي غادي نديرو في الطبسيل. كنزينو بالطون، وقت ما بغيتو تحطوه كتجبدوه تحطوه مع فوق منه الطون، تخلطوا معاه الطون. المهم ها هي الشلاضه دابا موجوده، غادي نعمرها في القراعي ونتلاقاو من بعد. ها كيفاش كتجي. انا درت واحد الطبيصين نحطو للغدا، والباقي درتو في القريعه هكا 2 قراعي. فهما غادي نديرهم في الماء مغلي ومن بعد نكفيهم على غطيتهم. دابا غادي ندوزو للفلفله اللي ديجا شويت، غادي نقادوها حتى هي في القراعي، ونشوف لكم عاود شي طريقه اخرى ديال الفلفله باش نكمل الفلفله كلها. عندي عاود طريقه اخرى ديال الفلفله النيت. عندي هنايا بصله، فلفله حمراء، واحد حبه الفلفله حمراء، والبصله خضاريه، وحبه البصله عاديه، وعندي الثومه، وهنايا عندي الزعتر ورقه سيدنا موسى والملحه، وغادي نحتاج زيت البلديه بطبيعه الحال. صافي من بعد ما قطعت هاد البصله قطعتها مربعات صغار، شلطتها الفلفله، غادي نزيدها على هاد البصله. صافي انا ضفت الزعتر، غنضيف الثومه حتى هي مقطعه طريفات صغار، غنضيف ورقه سيدنا موسى، وضفت الزعتر، الثومه مقطعه طريفات حتى هي صغار مربعات صغار، ورقه سيدنا موسى. غنضيف الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، وشويه ديال الزيت. صافي عمرتها في هاد 2 قراعي حتى على هاد الشكل هكا. دابا غادي نديرهم نغطيهم بالزيت البلديه، كنسد عليهم القرعه، خليهم واحد السيمانه كيطرقدوا مزيان في هاد الزيت البلديه. صافي ملي كتجبدوهم كتحطوها بحال سالاد، ولا كتقطعوا طريف ديال الكومير ولا الطوست مقرمل هكا وتحطوا فوق منه هاد التخليطه هادي. دابا غنديرهم في الماء سخون باش يتسدوا مزيان. ها هما الفلفلات ديالنا من بعد ما كملناهم. هذوك المخللين لا سلطه مشويه، هذه بحال شلاضه اللي درت فيها البصله، وهذه اللي درت على حسب لي صوص ديال الرز، وهذه الفلفله اللي شويت في الفران درتها في الميكا، كنديرها في الفريغو حيت ما بقاوليش القراعي، دوك كنديرها في الفريغو. وهذا نحتفظ بهم في البلاكار. كون دابا بدا كيبرد الحال تخليهم غير على برا، ملي بدا يسخن الحال كنحطوهم في الثلاجه. ايوا كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي وريتكم اليوم ديال التصبير ديال الفلفله، كيفاش تصبروها تبقى لكم مده طويله، حتى نعاود نشارك معكم وعاود كيفاش نصبروا طماطيشه اللي كنلقاها في ثمن مناسب، كنشريها بزايد وكنحتفظ بها حتى هي في القراعي بحال هكا، حتى نشاركها معكم ان شاء الله.